مصر في 30 دقيقة نستعرض من خلالها أهم الأحداث والمستجدات على الساحة المصرية. نرصد ونحلل الخبر ونقف عند رأي المواطن في تحليله لهذا الخبر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قطاع الكهرباء يعاني من عدم مواجهة مشكلاته منذ عقود طويلة، موضحا أنه لم يحدث تطوير للشبكة أو تطوير لإنتاجنا من الكهرباء خلال الأعوام الماضية. وأشار الرئيس إلى أهمية مساندة الشعب المصري للحكومة في مواجهة التحديات التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها أزمة الكهرباء. جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمة السبت الماضي، وأوضح سيادته أن أزمة الكهرباء التي مرت بها البلاد هي أزمة كبيرة مرت بها مصر لثاني مرة في تاريخها الحديث، حيث تأثر بها بعض محافظات مصر من بينها القاهرة والإسكندرية. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مرفق الكهرباء هو مرفق ضمن مرافق الدولة يعاني من عدم مواجهة مشاكله من سنين طويلة، وأن الكهرباء هي عبارة عن محطات لتوليد الكهرباء سواء من السد العالي أو من المحطات التي تعمل بالمازوت والسولار، وتقوم بنقلها لنا شبكة كبيرة توصل إلينا الكهرباء ترتبط بمحولات ومحطات لتنظيم العمل. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن إنتاج الكهرباء لم يتطور بحجم حاجتنا ومطالبنا، كما أن شبكة نقل الكهرباء ومحطات التحكم لم تتطور لمواجهة الزيادة المطلوبة، لافتا إلى أن التمويل المطلوب للتحديث كبير جدا لإيجاد إنتاج مريح من الطاقة. انتقل فريق أول صدقي صبحي مصر القوات المسلحة ونقاط التأمين والشركات العاملة بقناة السويس الجديدة للوقوف على آخر تطورات أعمال الحفر، حيث قام القائد العام بالاطمئنان على الأحوال المعاشية والإدارية والمعنوية للعناصر المشاركة في عمليات الحفر، وكذلك عناصر التأمين والمعدات التي وصلت مؤخرا لتساهم في إنجاز العمل في أسرع وقت وعلى درجة عالية من الكفاءة. وأشار اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية إلى أن العمل قائم على قدم وساق من أجل تنفيذ المراحل المختلفة لإنشاء القناة الجديدة في الوقت المحدد لها، كما أن معدلات الحفر تسير على خطى سريعة للغاية من أجل تحقيق الأمل الذي ينتظره كل المصريين. وأعرب القائد العام عن سعادته لما لمسه من استعداد جاد وروح معنوية عالية وإصرار على إنجاز هذا المشروع القومي في الوقت المحدد له، مؤكدا أن متابعة تنفيذ المشروع عن كسب هي أهم سمات المرحلة المقبلة، وأن التزام القوات المسلحة للمهام المكلفة بها ما هو إلا وفاء لمصر وشعبها العظيم، وطالبهم بمواصلة الليل بالنهار حتى نصل بمصر إلى مكانتها الرفيعة كسابق عهدها بين الأمم. وأشار القائد العام أن مصر على أعتاب مستقبل مشرق من التنمية والاستقرار والتقدم، مؤكدا أن المشروع يمثل حلما مصريا عظيما لكل المصريين، حيث يعد مشروع مصري تنموي ضخم يهدف إلى تعظيم دور منطقة قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصاديا وعمرانيا، لتمثل تلك المنطقة مركزا عالميا متميزا، وأن هذا المشروع هدية مصر للعالم. حضر الجولة محافظ الإسماعيلية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وفي سياق متصل أكد السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي على الإقبال الشديد للمواطنين على شراء شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس، موضحا أن حجم الشهادات التي تم شراؤها خلال اليوم الأول بلغت 6 مليارات جنيه. وأضاف محافظ البنك المركزي أن للمواطنين الأفراد كان لهم نصيب الأسد من حجم الشهادات التي تم شراؤها. وشهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية المايلز، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي
للتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ويعد التدريب أحد أبرز الأنشطة التي يتم خلالها استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية ومقلدات الرماية بالليزر لصقل المهارات الميدانية والقتالية للوحدات المنفذة للتدريب وقياس قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية المكلفة بها. وناقش القائد العام عدد من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات. وأشاد القائد العام بالأداء المتميز لكافة العناصر المشاركة، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة بما يمتلكوه من حس وطني واستعداد دائم للتضحية من أجل أمن مصر وسلامة شعبها، فإنهم حريصون على الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي. وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تطوير إمكاناتها وقدراتها القتالية والإدارية والفنية وتحديث ما تملكه من أسلحة ومعدات بما يتناسب مع حجم التهديدات التي تواجه أمن مصر القومي على كافة الاتجاهات. كما التقى الفريق أول صدقي صبحي بعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الضباط الاحتياط، وأكد لهم أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء حضارتها الجديدة بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على التحدي الصعاب، وأن مصر ماضية بكل قوة نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بفضل تلاحم الشعب المصري والتفافه حول قيادته الطموحة لدعم ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة تعزز انطلاقها نحو المستقبل واستعادة مكانتها ودورها الحضاري في المنطقة والعالم. كما طالب القائد العام طلبة الكلية بأن يكونوا قدوة لشباب مصر في الانضباط والعمل الجاد والاهتمام بالعلم والمعرفة، مؤكدا أن انتماءهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه في أعناقهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم، لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوي لشعبه العظيم. في نهاية اللقاء قام القائد العام بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس تقديرا لما يبذلونه من جهود كبيرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتكريم عدد من الطلبة المتفوقين علميا ورياضيا خلال دراستهم بالكلية. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي جالوت 7، والذي تنفذه تشكيلات من المنطقة الغربية العسكرية، ويستمر على مدار عدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت مراحل المشروع إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات لعناصر المشاة الميكانيكي والوحدات المدرعة وعناصر المدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية والهليكوبتر المسلح ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي وعناصر الإبرار الجوي من الوحدات الخاصة وعناصر التدخل السريع لتنفيذ كافة المهام في إطار المنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة. وناقش القائد العام عدد من القادة والقوات المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم. كما أشاد القائد العام بالأداء المتميز لرجال المنطقة الغربية العسكرية واعتزازه بجهودهم وتضحياتهم من أجل حماية الحدود الغربية في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مؤكدا لهم أن الشعب المصري يقدر دورهم الوطني وما يقومون به من مهام جسيمة لمنع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري. وأشار القائد العام إلى حرص القوات المسلحة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل السيطرة الأمنية عبر الحدود. وقام الفريق أول صدقي صبحي بتكريم المتميزين من ضباط وصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية لجهودهم في الارتقاء بالتدريب والاستعداد القتالي وإنجازاتهم في التصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود. حضر مراحل المشروع الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة.
تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أحد القواعد الجوية للوقوف على المادة الجاهزية والاستعداد القتالي وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام لتأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي. واستمع القائد العام إلى شرح لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زودت بها طائرات القتال متعددة المهام والهليكوبتر المسلح، كما تفقد معرضا للبحوث الفنية التي يتم تنفيذها بعقول وسواعد رجال القوات الجوية. كما قام القائد العام بالمرور على أحد الأسراب الجوية وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران، وناقش عدد من الطيارين والأطقم الفنية والهندسية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة المكلفين بها لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي تحت مختلف الظروف. وأكد الفريق أول صدقي صبحي خلال لقائه بعدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين وجنود القوات الجوية أن القوات المسلحة حريصة على بناء وتطوير القدرة القتالية للقوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات وأسلحة ومعدات القتال الجوي لدعم قدرتها في فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة. وأعرب القائد العام عن اعتزازه بإعطاء رجال القوات الجوية وما يبذلونه من جهد ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، والذي يضيف رصيدا زاخرا إلى سجل القوات الجوية الحافل بالبطولات والتضحيات من جيل إلى جيل. وأدار القائد العام حوارا مع مقاتل القوات الجوية استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية والعمل بكل شجاعة وإخلاص من أجل حماية سماء مصر. وقام القائد العام أيضا بتكريم المتميزين من رجال القوات الجوية من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود تقديرا لتفوقهم وتميزهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها. وقد حضر الجولة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار القادة بالقوات المسلحة. التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب هوارد ماكيون رئيس لجنة القوات المسلحة بالمجلس. وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب الوفد الأمريكي عن دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب والتأكيد على التعاون مع كافة دول المنطقة لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تشكلها التنظيمات والجماعات الإرهابية على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وقد حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة والقائم بأعمال نائب السفير الأمريكي بالقاهرة. واستقبل الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الليبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. والتقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتين الإقليمية والمحلية من تطورات وانعكاسات على الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة. كذلك سبل تفعيل التعاون المشترك لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الحدود الغربية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين. وعقب اللقاء عقد الفريق محمود حجازي واللواء عبد الرازق الناظوري جلسة مباحثات ثنائية تناولت تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وسبل دعم التعاون وتعزيم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين
في مختلف المجالات. استقبل الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء الركن وليد سلمان رئيس أركان الجيش اللبناني والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع. كما التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي باللواء الركن وليد سلمان رئيس أركان الجيش اللبناني والوفد المرافق له. تناول اللقاء تبادل الرؤى بين الجانبين تجاه المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة. وعقب اللقاء عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الجيش اللبناني تناولت بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين. وفي إطار استجابة رجال القوات المسلحة للمبادرة الوطنية الطموحة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر، قام اللواء أركان حرب محمد المصري قائد المنطقة الغربية العسكرية بالتبرع بمبلغ 3000 جنيه نقدا عن ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية لصالح صندوق تحيا مصر. وأكد قائد المنطقة الغربية العسكرية أن التبرع الذي تقدم به الضباط وأفراد وجنود المنطقة الغربية ليس إجباريا وإنما هو إصرار منهم في المساهمة دعما للاقتصاد المصري. اللواء طارق ماهر محافظ الاسكندريه بعد تسليم الباعة الجائلين الباكات الموجوده باداره غرب التعليميه، النهارده انا شايف في رضا من الباعة الجائلين، ولكن في مرحله ثانيه في ناس ما استلمتش لسه برضه. لا ده في مراحل. احنا هنا كنا متفقين على 51 باكيه، اتعمل لهم حصر، مش هم 51 اتعمل لهم حصر، اتراجعت في المرافق والمباحث والحي. فطول ما انا هتلاقي ماشي هتلاقي واحد مطلع لي ورقه وبيقول لي حقي ومش حقي. ده مش النقابه بس، النقابه مع الحي مع المرافق مع المباحث، قالوا هم دول ياخدوا، هم دول اللي خدوا. 51 عندنا 300 في السور اللي بتوع محمد علي كرموز مقابر، في كرموز مقابر في 304 في 304 وفي اجراش في القط وفي 300 وسباهي فيها باكيات والسوق ال 30 644 واخد بالك، والموقف الجديد جاهز واخد بالك، ففي كتير. فدلوقتي واحنا ماشيين هيحصل ايه؟ ده معتاد، انا ظلمني فلان، احنا كلنا حاسين دايما ان في حد ظلمنا، فانا لا دخلت في التوزيع ولا دخلت في التقسيم ولا سبتهم لوحدهم، يعني ما تقدرش. هم قالوا لي فعلا هم قسموا يعني بينهم المرافق مع المباحث مع الحي مع المحافظه، في الاخر بقى ده نموذج. الحقيقه النموذج انا شايف انه شكله حضاري بدل ما واتحنا فرصه وهم احنا اتفقنا ما فيش حد في الشارع وهم اللي هيكسروا الدماغ اللي ينزل الشارع. الفكره ببساطه ايه؟ هم هيلتزموا طبعا بالمكان. سيب الناس تاكل عيش، مش كل واحد فينا يحس ان هو مصلحته الوحيده هي المهمه ومصالح الاخرين يذهبوا الى الشيطان. أمين عز الدين مدير امن الاسكندريه النهارده بعد تسليم الباعة الجائلين للباكيات، يعني بيقولوا ان عايزين المرور يكون فيه موجود في المنطقه النهارده، المنظر الحضاري او الشكل اللي انت شايفه واهتمام الدوله بالباعة الجائلين في الاسكندريه. هو طبعا ده التنسيق مع معالي الوزير السيد المحافظ في تحديد الاماكن البديله للباعة الجائلين بصفه مستمره عشان ياكلوا فيها عيش. هي طبعا احنا بنشيل الباعة الجائلين من الشوارع علشان نسهل حركه المرور، وبالتالي بنوفر لهم مكان عشان ياكلوا فيها عيش عشان يلاقي حياه كريمه، ودي احدى الحاجات يعني او احدى المراحل بتاعه تسكين الباعة الجائلين، وان شاء الله في مراحل ثانيه كتير برضه وفي تنسيق مع السيد المحافظ في باذن الله. المتابعه الامنيه بالنسبه لعدم الخروج من الباكيات اللي هم عملوها، وهم بيقولوا هيلتزموا يعني، لكن لابد يكون في التزام وفي متابعه وفي تنفيذ، وفي اي حد هيخالف الاجراءات المتابعه
هيتم تنفيذ القانون عليه بشده، لان احنا وفرنا لك مكان المفروض تلتزم بيه. تمام. سياده المدير النهارده معلش يعني اسمح لي نتكلم على الاقوال الامنيه والمتابعه، الحركه الامنيه في المدينه. الحمد لله الحمد لله الحاله الامنيه في المدينه حاله تمر بصوره طبيعيه تماما. المرور فيه سيوله مروريه، في تواجد امني، في حملات جنائيه دلوقتي بتتم في مناطق غرب القاهره حاليا دلوقتي انا بكلم حضرتك، في حملات لشرطه المرافق برضه بتتم في شرق المدينه وغرب المدينه، في حملات مروريه على الدور المروريه لتسهيل حركه المرور، في حملات للتموين، في تواجد شرطي ومباحثي في كافه انحاء المدينه. الحمد لله الامور بصفه طبيعيه ومفيش اي حاجه تخل بالامن العام، واحنا مستمرين على طول ان شاء الله. بعد تسليم اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندريه للباعة الجائلين الباكيات الموجوده على سور اداره غرب التعليميه، هناك التزام للباعة الجائلين في منطقه المنشيه. طبعا كانت هناك بعض الازالات للباعة الجائلين اللي تمت خلال الفتره الماضيه، لكن تم اليوم تسليم الباعة الجائلين هذه الباكيات. يمكن رئيس جمعيه الباعة الجائلين بالاسكندريه الحاج عادل تمام، قول لي النهارده يعني بعد تسليم الباكيات الموجوده على سور اداره غرب التعليميه من محافظه الاسكندريه، الباعة الجائلين لهم مطالب تانية، ايه اللي هتعملوه النهارده؟ الباعة الجائلين في حد ذاتهم ملتزمين بالقواعد والقوانين اللي هي ما يفسش في المكان او يتواجد في المكان ما يتخطاهوش. تمام. وهم ملتزمين وعارفين الكلام ده كويس. تمام. لان ده يعتبر في حد ذاته تغيير كبير ليهم، وان هم بقى لهم نقله حضاريه كبيره جدا. اللي برياء دلوقتي بقى ليه مكان، فدي حاجه جميله، احنا فرحانين. السيد المحافظ احنا بنشكره اللي هو عمل مع الباعة الجائلين اللي احنا بقى لينا مكان دلوقتي. فاحنا كنتوا فين الاول؟ في المنشيه؟ احنا كنا فاشين برضه في المنشيه حضرتك، في نفس المكان فاشين، نفس المكان. بس حضرتك يعني دلوقتي بقى لينا اماكن، وكان في جري يعني ازالات وبتاع، فدلوقتي كل بياع دلوقتي بقى مرتاح اللي هو مثلا ايه استلمنا اماكن. فكده سيادتك احنا كده المكان بقى هنلتزم ما نطلعش بره. نلتزم حضرتك كله هيلتزم. انا حضرتك متفاوض على البياعين 7 بنات هنا في المنشيه. انا بتكلم يعني ايه قال لحضرتك كل البياعين التزمت، الكلام بتاعنا كله ملتزم حضرتك، والكلمه اللي احنا قالوها كله ملتزم خلاص. ما انا سيادتك دلوقتي بقى في مكان. تمام. بقى في مكان دلوقتي اللي انا اكل منه عيش. استلمت ولا لسه؟ ما استلمناش، يعني بقى لنا 25 سنه في الشارع وما استلمناش. في مرحله ثانيه بيقول في مرحله بيقول لك في مرحله ثانيه، بس احنا عايزين ناكل عيش لحد المرحله الثانيه. بالنسبه للباكيات دي كمرحله اولى تم باستلام 51 باكيه لكل الباعة الجائلين بالنسبه ل7 بنات. في مرحله اخرى بجراج المتحده هيتعمل مول متعدد الطوابق للناس الفئات اللي هي ما استلمتش شبهنا، برضه احنا زيهم، احنا يعني كجمعيه لينا باكيات زيهم ما خدناش. فالمرحله الثانيه باذن الله اللي هو مول المتحده هيتسكن لكل الناس اللي ما خدتش بامر الله تعالى يعني. شيع الآلاف من أهالي الإسكندرية جنازة القيادي اليساري أبو العز الحريري بمسجد أولاد شيخ بمحرم بيه، وذلك بحضور السيد عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والسيد طارق مهدي محافظ الإسكندرية، واللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية. كما شهد الجنازة القيادات التنفيذية بالمحافظة والعديد من أهالي الإسكندرية وممثلي التيارات الثورية والسياسية بالمحافظة، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد. وعلى الجانب الآخر، واستمرارا لاستهداف البؤر الإجرامية لضبط تاجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام، قام اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بالإشراف على حملة أمنية مكبرة ضمت ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن المركزي وبالتنسيق مع فرع الأمن العام والإدارة العامة لكلاب الشرطة، وذلك بدائرتي قسم شرطة أول وثاني العامرية. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 28 قضايا حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وما يقرب من ضبط 2000 قضية حيازة ذخيرة بدون ترخيص. كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة تنوعت ما بين الإتجار في مخدر الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة، كما تم ضبط سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط أيضا عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام. وفي إطار استمرار الحملات الأمنية التي تهدف إلى عودة الانضباط للشارع السكندري،
قامت شرطة المرافق بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة اشترك فيها إدارات وأقسام المديرية مع قوات الأمن المركزي، وأسفرت الحملة عن رفع كافة مخالفات الباعة الجائلين. وفي إطار حرص القيادات الأمنية على تفقد الحالة الأمنية بشوارع المدينة، قام مدير أمن الإسكندرية بجولة ميدانية بمنطقة المعمورة وشارع خالد بن الوليد والمنظرة، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية تفقد خلالها عدد من حملات إزالة الإشغالات والحملات المرورية ودوريات شرطة النجدة ودوريات الانتشار السريع وجميع الخدمات الأمنية الموجودة بتلك المناطق. وحث الفرق الأمنية على العمل الدؤوب وعدم التهاون واليقظة للحفاظ على حق المواطن، مؤكدا أن دور رجال الأمن حماية المواطن والعمل على تحقيق العدل وإنفاذ القانون، مؤكدا في ذات الوقت على حسن معاملة المواطنين. وقام مدير أمن الإسكندرية بتفقد العمل في قسم مرور محرم بيك، حيث حث المواطنين على الوقوف بطابور منتظم إلى جانب كبار السن والمعاقين. واستمع مدير أمن الإسكندرية إلى طلبات وشكاوى المواطنين، وطالب العاملين أيضا بإزالة العقبات الروتينية التي تعطل المواطنين وتعوق العمل، مؤكدا في ذات الوقت على حسن معاملة المواطنين داخل إدارة المرور وخاصة كبار السن والمعاقين. وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى القضاء على الجريمة بشتى صورها، وانطلاقا من الاهتمام ببلاغات المواطنين والتعامل معها بكل جدية، حيث قامت أسرة بتقديم بلاغ لقسم شرطة محرم بيك تفيد باختفاء ابنتها. وكان قد ورد اتصال تليفوني من مختطف الطفلة بيطالب الأسرة بدفع مبلغ 120,000 جنيه نظير إعادة الطفلة والسيارة. وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية لتحديد الجناه وضبطهم في أقل من 24 ساعة. توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الذين أقروا بارتكاب الواقعة، وطلب المبلغ المالي من أسرة الطفلة مقابل إعادتها، كما تم ضبط السيارة والأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجاري عرض المتهمين للنيابة العامة ومباشرة التحقيقات. مبروك يا حاج سعيد. ممكن نسيبك من الحرب من هنا والله. مبروك يا حاج سعيد. اطمن يا اطمن يا ربنا يخليكم يا رب. عايش في نفسي. مسكتك يا باشا. لا مبروك. خليك عندك. هذا انت